هاد البلاصه اللي كانوا معظم السكان ديالها من الامازيغ، كانت المعلومات عليها قليله بزاف حتى القرن 7 قبل الميلاد. من بعد ما وصلوا ليها الفينيقيين في هاد الفتره بدات كتغير الامور تدريجيا. هاد الناس اللي جاوا من سواحل لبنان الحاليه بغرض التجاره صوبوا مجموعه من المدن واثروا في السكان المحليين في بزاف المجالات. شنو قال؟ دار حاجه اللي ممكن العالم يقعد حاير فيها. صوبوا مجموعه من المدن واثروا في السكان المحليين في بزاف المجالات. نبدأ نقاش بعد الفاصل. هل الفينيقيون توغلوا في المغرب ولا كانوا فقط انهم تجار فقط يتعاملوا مع المغرب وكفى؟ يعني واش ما كانش عندهم هما نفس اللي كان عند الرومان انهم تيجيو وتيدخلوا للداخل لا 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 الفينيقيين لا بعدهم القرطاجيين اقتصروا على السواحل. سأعطيك مثال. نعم، اذا الهدف نتاع الفينيقيين ما كانش التوغل، ما كانش الاستعمار، جا في هو شوف هو بالنسبه للفينيقيين راهم من شعوب البحر. قوتهم في تجارتهم. الرومان قوتهم في توسعاتهم. عندما خذ القرطاجيين كونوا امبراطوريه، استقروا في قرطاجه حوالي 814 اسسوا قرطاجه ياك، ولكن قبل الميلاد. ولكن لم يتوغلوا داخل البلاد بل اكتفوا بالشريط الساحلي. لماذا؟ لأن ما يهمهم هو التجارة. وعلاش؟ كنشكركم المتتبعات والمتابعين القناة، وإلى اللقاء. غنزيدو نهضروا في هذا